يلا بينا نصلي على النبي ونشوف عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. ده طبعا ينفع مشروع مربح جدا 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 من البيت. وبما اني عامله سلسله الحلقات دي للبنات اللي لسه مبتدئين، ممكن يبداوا مشروع، ممكن بحببهم ان هم يخشوا المطبخ، كمان بحببهم في الحاجه اللي بيشتروها من بره ممكن يعملوها في البيت وبامكانيات قليله جدا، وان شاء الله باذن الله نسبه باسعار بره تبقى اقل بكتير. وكمان هتعملي كميه بسم الله ما شاء الله. شايفين شويه الفاكهه اللي انتوا شايفينهم دول؟ هيعملوا كمية رهيبة. هنا طبعا كنت بحاول ابهركم بالبهارات كده، اللي هو ايه، اعمل يعني كده وتلاقوا مونتاج كده يعني، وتلاقوا الحاجة اتقطعت. فاول مرة ما ظبطتش، تاني مرة اهي شفت الحركة ظبطت معايا. وبعد كده بقى رحنا جايبين الموز قطعناه. الفاكهة معانا كانت عبارة عن موز ومانجا وفراولة وتفاح. حلو، موز ومانجا وفراولة وتفاح ورز بلبن وعصير مانجا بالجيلي، ماشي، وقشطة وايس كريم وكنافة وبسبوسة. دي كانت المكونات بتاعتها. هكتبها لكم في اول تعليق مثبتة علشان ما تتوهوش في المكونات. حلو. هنا بقى بعد ما سوينا الرز بلبن خلاص قرب يخش على سوا، رحنا حاطين باكت من الكريم شانتيه عليه شوية نشا، ورحنا مقلبين كويس قوي قوي، سكر حسب الرغبة طبعا. اول ما بقى قوامه كريمي كده سبته يبرد، وكنت طبعا غاسلة العلب دي ومعقماها مع انها جديدة وسبتها تتصفى. وبعد كده المراحل الجايه اللي انتوا شايفينها هقول لكم عليها كويس قوي. جماعه انا اسفه جدا لان الايس كريم ده كان مقاطعه، وانا والله ما اعرف، واي حاجه استعملها تكون مقاطعه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وجزاكم الله كل خير. وربنا ينصر اخواتنا يا رب، ربنا ينصرهم نصرا عظيما ان شاء الله. وعد من الله سبحانه وتعالى ان هم ان شاء الله منتصرين، ربنا ينصرهم بحق الله ان شاء الله، بحق جاه المصطفى. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. وانا كنت بتكلم وبحط حاجات هنا بقى اهو، هعيد لكم من اول عشان اللي تاه مننا. هنحط في الاول في القاعدة بتاعة العلبة هنحط الرز باللبن، وبعدين هنضيف عليه الفاكهة. مش مشكلة تحطوا ايه الاول، المهم تحطوها بشكل منظم ومرتب، اللي هي يبقى شكلها حلو، علشان لو هتعملي مشروع او هتقدميها لجوزك كده تبقى حاجة جميلة وشيك، ولولادك برضو تفرحيهم بيها. في الحر اللي احنا فيه ده ترطبي على قلوبهم كده. الست الشاطرة هي اللي تعمل الحاجة اللي بتيجي من بره وتحاول تخليها بأقل تكلفة، وتفرح جوزها وتفرح ولادها وتأكلهم كل حاجة بتكلفة قليلة وفي نفس الوقت بنظافة. حلو الكلام. هنا بقى يا حبايبي اهو حطينا الرز بلبن وعليه الفاكهه وعليه عصير المانجا اللي هو التقيل، وحطينا عليه ايس كريم، وحطينا عليه قشطه، وحطينا عليه بسبوسه، وحطينا عليه كنافه. اسفه تحسوا ان انا بتكلم بسرعه او في رغي في الفيديو، والله بس عشان الفيديو بيجري بسرعه وانا عايزه اوصل لكم المعلومه. وعايزه اقول لكم كمان ان انا كل هدفي، اكيد هدفي اكسب وشغلي يتحقق وكل حاجه زي كده، بس الهدف كمان من الفيديوهات بتاعه المشاريع او السلسله للمبتدئين ان انا حبب بناتنا في دخولهم المطبخ. انا بنقي الاكلات اللي هم بيحبوها او بيشتروها من بره، زي القنبله، البيتزا، الكريب، الحاجات دي بيجيبوها من بره، فانا بحببهم يخشوا المطبخ ان هم اصلا يعملوها في المطبخ. وبنتي عايزه تقول لكم حاجه، اسمعوها. اتفضلي يا لوجي، عايزه تقولي ايه؟ متنسوش تعملوا لايك واشتراك واستنوا الجزء التاني. بتقول لكم ما تنسوش لايك واشتراك واستنوا الفيديو التاني، والسلام عليكم.